احنا النهارده في كلير جيمز اوف 7. في الملعب اللي ورانا ده في 7 تحديات، كلهم بيتحدوا مهارات كرة القدم لأي لاعب. مختارين نجوم لسه بتلعب دلوقتي، نجوم لسه محققة دوري، ونجوم وأساطير من منتخب مصر، كلهم هيتحدوا بعض. فرقة هتكون من لاعبين جوه أرض الملعب. في فرقة واحدة من كل الفرق اللي موجودة النهاردة ما هماش لعيبة كورة، ولكن بيدعوا إن هم لعيبة. مش هقول لكم هو مين، هتكتشفوا كمان شوية وهنكتشف مهارتهم عاملة إزاي. دي لعبة بول فيكس، معظمكم يعرفها بالفيكس، فولي بول بس بالرجلين. كل فرقة ليها 3 لمسات والفورة من 7. الفرقة اللي هتكسب هتاخد كل النقط. ودي بقى الرابونا شوت اللي هي كده، وكل كرة هتخش في الجون اللعيب اللي هيسجلها هياخد عليها نقط، ونقط اللاعبين اللي في نفس الفرقة هيتضافوا على بعض، ونشوف مين الفرقة الوحيدة اللي هتكسب في الجيم ده. دي بقى لعبة هيد دامي، وده الدامي. الملعب فيه 3 داميز، اللعيب هيشوط الكورة من هناك ويحاول يهت الدامي. لو جاب الكرة في الدامي الاولاني او في الشخص الجميل ده اللي واقف قدام بياخد اقل عدد من النقط، وكل ما تشوط الراجل اللي ابعد تاخد نقط اكتر. وفي الاخر زي كل لعبه فيها شوط هنضيف النقط اللي هيجيبها كل لعيب من نفس الفرقه على بعض، ونشوف مين الفرقه اللي هتكسب. دي بقى الكروس بار تشالنج، طبعا مش محتاجه شرح. هتشوط الكوره تجيبها في العارضه تاخد 10 نقط، تجيبها في القايم تاخد 5 نقط، تجيبها بقى في الجول تاخد 0. دي بقى الفري كيك، ركلات حرة. هتشوط الكرة تحاول تجيبها في الفتحات، لو جبتها في المقصين تاخد 10 نقط، لو جبتها في الزوايا تاخد 5 بس. ده بقى جيم الدريبلينج واسمه زجزاج، بيتحدى اللاعب في قدرته على الجري بالكرة ما بين العواميد وتغيير اتجاهاته في أسرع وقت ممكن. اللاعب اللي هيخلص في أقل وقت هياخد أعلى نقط. دي بقى السمول جول بينالتي، ضربة جزاء شكلها سهل، ولكن القانون الوحيد اللي فيها انك لازم تجيب الكرة في الجول وانت شايطها بوش رجلك، بوز رجلك، بطن رجلك، كعب رجلك، كل ده ما يتحسبش.